يا صباح الفل، اهلا بيكم يا حبايبي. عاملين ايه؟ وحشتوني كتير. النهارده فيديو جديد ان شاء الله يكون مفيد بالنسبه لكم. هنعمل شويه تجهيزات كده. كل سنه وانتم طيبين بمناسبه بدايه الترم التاني للدراسه. يا رب كده بالنجاح والتوفيق لكل ولادنا والتفوق، وربنا يحفظهم يا رب وهم موجودين في اي مكان. وان شاء الله كده يكون ترم سعيد علينا كلنا، نتفائل خير. ويلا بقى نبتدي تجهيزاتنا اللي انا بدأت اعملها علشان اقدر اوفر وقت الفترة اللي جاية. وطبعا في البداية حابة اشكر كل المتابعين اللي بيكتبوا لي كومنتات، ربنا يخليكم ليا. طبعا الفترة اللي فاتت كانت اجازة. ولادنا كلهم بيبقوا حاسين انه ايه، يعني مش متشجعين قوي على بداية الترم. على اساس يعني بيبقوا تحس ان هم ايه، كانوا في ارتخاء كده قاعدين براحتهم بقى وبتاع. بيبقوا محتاجين تشجيع جامدة جدا مننا في بداية الترم عشان يرجعوا للمود بتاع المذاكرة. وده انا بشوف ان هو عامل مهم جدا. الام هي اللي بتقوم بيه، بتهيأ البيت، بتهيأ بتتكلم معاهم، بتدردش معاهم. وده يعني كلنا المفروض بنعمله، وانا دايما بحاول اعمله. ومش نتكلم كلام تقليدي، لازم يعني كلامنا يكون مناسب لسنهم اللي بيكبر كل مادة. طب تعالوا بقى نتكلم في اول حاجة من الحاجات اللي انا حبيت اجهزها، وانا شايفة ان هي هتنفعني جدا الفترة اللي جاية، وهتقلل وقفتي في المطبخ علشان اوفر الوقت ليهم. هي ان انا قلت اصلص صلصة. لو تفتكروا الطماطم دي انا كنت اشتريتها وكنت وريتها لكم في فيديو من الفيديوهات. كان الكيلو عامل 4 جنيه، وكانت جامدة جدا بس كانت مصفرة شوية. انا سبتها برا التلاجة حوالي مثلا 4 ايام. شايفين لونها بقى عامل ازاي؟ يعني انتوا لو عايزين تقارنوا فعلا اللون، هتشوف الفيديو بتاع اللي هو مشتريات السوق. هبقى اسيبه لكم في شاشة النهايات. وشوفوا الطماطم انا كنت مشتريها شكلها ايه، وبعد ما سبتها برا التلاجة 4 ايام بقت شكلها ايه. بقت حمرة جدا، يعني لونها بقى جميل. وكمان انا بحب ازود القيمة الغذائية واحط بنجر، بيظبط اللون وبيظبط القيمة الغذائية. طبعا البنجر احنا عارفين ان هو اهم ميزة فيه الحديد. فحبيت ان انا اعمل بقى الطماطم دي. دول بالظبط كانوا 2 كيلو ونص. خدت عليهم يعني 3 4 طماطمات كده من طماطم تانية كنت لسه مشترياها جديد في نفس اليوم اللي انا كنت بعمل فيه الصلصة دي. يعني تقريبا ممكن نقول كل الطماطم اللي انا عملتها عملت حوالي 3 كيلو. هفرمها. انا مش هفرمها وبس، لا انا هعملها يعني تبقى على الطبيخ على طول. وزي ما هتشوفوا معايا. نرجع لمرجوعنا ان احنا بنتكلم مع الولاد قبل بداية الدراسة. في انا شخصيا هقول لكم انا بعمل ايه، ولو دي حاجة تفيد حد يعني ابتدوا اعملوا كده. ولو انتوا بتعملوا كده يعني ادينا اهو بنشجع. شايفين الطماطم بقت لونها ايه بعد ما انا فرمتها؟ لونها جميل جدا. لا ولسه لما نكمل بقية الخطوات بتاعت الطماطم هتلاقوا لونها النهائي هيبقى فظيع. المهم ببتدي بقى انا بعمل ايه مع الولاد. مثلا بجيبهم بعد اتكلم معاهم، بنبتدي نقيم الترم الاول. احنا بصراحة التجربة بتاعتنا السنة دي تجربة مش سهلة خالص. دي كانت اول سنة لينا. الامتحانات بتاعت الترم الاول كانت تجيلنا من الوزارة. الامتحانات ما كانتش يعني سهلة، وما كانتش صعبة. يعني عارفين انت اللي هو ايه، تحسوا السهل الممتنع ده. في افكار ما كانوش متدربين عليها، او ما كانوش واخدين اسئلة زيها طول الترم. بصراحة دي ما انا مش عارفة دي مشكلة ايه بالظبط. يعني احنا طبعا ما بناخدش دروس، احنا معتمدين على المدرسة وشرح المدرسة. يعني اعتقد انه هي التجربة ما كانتش سهلة، بس احنا هنحاول نستفيد منها. المهم ان احنا بدأنا نقيم الترم الاول. مثلا المواد اللي احنا جايبين فيها درجات كويسة وعجبانا،
بنبتدي نشوف احنا كنا بنعمل ايه عشان نكمل بنفس الطريقة. وكمان لو عايزين نزود حاجة، الدرجات بقى بتاعت المواد اللي مش عاجبانا او ما كناش متوقعينها او اقل ما كنا متوقعين على المجهود اللي احنا كنا باذلينه، بنبتدي بقى نشوف المجهود اللي احنا بذلناه ده كان في الحاجة الصح ولا لأ. الطريقة كانت صح، أهملنا في حاجة، أثرنا في حاجة. لأن هو لازم نتعلم إنه مفيش حد ما بيغلطش. بنبتدي نجيب أخطائنا، مش عشان بقى نقعد نندم، لا، علشان نصلحها، عشان نعرف هنتخطاها ازاي. او بمعنى اصح، لو احنا مكناش عارفين احنا اخطائنا كانت ايه، نبتدي نفنط تصرفاتنا كانت عاملة ازاي، الجدول بتاعنا بتاع المذاكرة كان عامل ازاي، طريقتنا جوه كل مادة كانت عاملة ازاي، هنغير ايه، هنعدل ايه، في ايه كان بيضيع وقتنا هنشيله. انا بشوف طريقة الحوار ده او الكلام بالطريقة دي هو اللي هيخلي ولادنا هتتعلم من اخطائها، مش عشان الدرجات. لا، احنا بنتعلم اسلوب حياة علشان يطلعوا ناجحين في كل حاجة. وعلشان يطلعوا ناجحين لازم شوية بيبقى عندنا فشل مؤقت. يعني فشلت في ده مش علشان انا وحش، لا، علشان كان في كذا المفروض اعمله ما عملتوش. هقول لكم انا بعمل ايه وبعدين نكمل كلامنا. انا دلوقتي مسكت البصل بعد طبعا ما خلصت الطماطم، آه كلها فرمتها. مسكت البصل كله اللي انا برضو كنت مشتريه معاكم، وقلت ان انا هفرزه. هبتدي هقطعه كله في الكبة، وعشان ما يتفرمش قوي وينزل ميته لان ده مش صح في التفريز، ببتدي اقطع البصل كله مرة واحدة بالشكل ده، واحطه وافرمه. مش هفرمه بطريقة ان انا بحط بصلة بصلة من فوق، يعني انا بفرم كمية على بعضها عشان كل التقطيع يبقى قد بعضه، علشان ما تتفرمش خالص. انا بحط بصلة بصلة لما بكون عايزة افرمها خالص، وهعمل بيها مثلا حاجة في اللحمة المفرومة او اكلة معينة مباشرة، مش هحطها في الفريزر. نكمل كلامنا عن تقييمنا بالنسبة للدراسة مع أولادنا والحاجات الأهداف اللي احنا بنبقى عايزينها. يعني أنا بتكلم معاهم مش بس عشان مستوى الدراسة، أنا بتكلم عشان مستوى حياتهم. علشان أنا موجودة النهاردة، ممكن بكرة ما بقاش موجودة، طب هيفكروا ازاي من بعدي؟ بعلمهم الحاجة اللي تقعد معاهم طول سنين عمرهم، مش علشان الدراسة ولا عشان يجيبوا درجات كام ولا هندخل كلية ايه، لا، علشان ايا كان خلصنا الدراسة ودخلنا كلية ايه، بعد كده بقى لما نيجي نشتغل نعرف ننجح في حياتنا، نعرف نقيم كل نواحي حياتنا. الولاد مش هتعرف ده من نفسها، هتعرف ده لما الأم تقعد وتتكلم. ويا سلام لو الأب والأم قعدوا يتكلموا، يعني دي هتبقى حاجة ممتازة. بس أنا عارفة إن الله يكون في عون كل الأبهات، طبعا بيتعبوا ويشقوا طول النهار بره البيت، بس حتى لو قعدوا مع أولادهم وقت صغير، يعني لازم الأم توجد حوار مشترك. ده يمكن انا بحاول اعمله، يمكن مش هقول ان انا ناجحه فيه جدا يعني، بس انا بحاول اعمله من وقت للتاني. بنعمل كده قعدات اسريه وابتدي اوجه مثلا باباهم، انا عايزاك تتكلم معاهم في النقطه الفلانيه، عايزاك تلفت نظرهم للنقطه الفلانيه، عايزاك تشد عليهم في النقطه الفلانيه. ببتدي انا اوجهه، لانه انا اللي قاعده معاهم وانا اللي عارفه كل تفاصيلهم اليومية. وعلى هذا الأساس ببتدي أتكلم. هنا بصوا أنا خلصت فرم البصل. أنا كنت ساعتها جايبة 2 كيلو ونص بصل، فرمتهم كلهم. هبتدي أشيل منهم في الفريزر وهسيب بس شوية. هبتدي أحطها على النار علشان نكمل الطماطم اللي احنا فرمناها. دي الأكياس بتاعت كوين اللي هي الغلق الذاتي، ممتازة جدا، خصوصا في البصل والثوم والخضار. ممتازة ممتازة ممتازة. أنا مش بستخدمهم في اللحوم، أنا بستخدمهم في البصل والثوم والخضار. في اللحوم في حالة واحدة، لو كنت استخدمت الكيس أكتر من مرة في الخضار وخلاص يعني
هيبقى اخر استخدام وهرميه بعد كده، فممكن احط فيه لحوم او فراخ عادي. انا هفرز الكيسين دول زي ما انتم شايفين كده. بخلي الكيس متعبي يعني رقيق، علشان لما اجي افك بسهوله. والباقي دول انا هاخدهم على النار. هبتدي احمر البصله علشان انزل عليها بالطماطم، لاني بصراحه عايزه اجهزها ان هي لما اطلعها من الفريزر تبقى على الطبيخ على طول. بصوا انا حطيت زيت عشان احمر البصله. كمان هحط حته سمنه نباتي كده، ويعني على اساس ان هي تدي بس البصله ريحه مش اكتر. وهبتدي احمرها كويس قوي. طبعا عايزه اقول لكم ان انا لما كنت بعمل طماطم لكل اكله لوحدها ودايما ببقى مستعجله ومفيش وقت، ما بعملش ده كله. يعني ممكن البصله ما استناش تحمر، مجرد بس اتبلها كده واقوم نازله عليها بالطماطم. في ناس بتحبها كده بس هي بتفرق في الطعم. بس انا طعم البصله المتحمره وبعدين انزل عليها بالطماطم، دي بصراحة يعني بتفكرني بأكل مامتي. يعني أنا أكل مامتي طول عمرنا كان بيبقى كده من واحنا صغيرين. فأنا بحب الريحة والطعم ده. هنزل بالطماطم بالشكل ده. شايفين لونها يعني أصلا الطماطم أنا قبل ما أفرمها كانت غامقة، يعني أحمر غامق، وما كانش فيها ولا يعني طماطمايه صفرة خالص. وكمان لما هغليها هتبقى لونها جميل. كل الكمية دي انا حطيت عليها بنجرية واحدة، وسبتها بقى تغلي على النار لغاية ما تقلت وبقت باللون الجميل ده. بصراحة ريحتها ولونها فظيع. انا بقى مش هحطهم في اكياس، انا هحطهم في علب. فهحط في 3 علب مربعين كبار زي ما انتم شايفين. العلبة الواحدة ممكن تعمل طبختين، كل طبخة كيلو خضار. يعني انا بحس ان انا لما هطلع العلبة هعمل طبختين خضار بالمرة. علشان انا بصراحة عايزة اوفر وقفة المطبخ جامد جامد جامد. ليه؟ لان هي مش الموضوع في الطبخة اللي بنعملها، هي الموضوع دايما بيكون في المواعين اللي قبل وبعد وكركبة المطبخ. وان احنا مش معقول حياتنا كلها هنقعد طول الوقت عمالين بنحضر في اكل. التجهيزات اللي انا بعملها دي مش عشان اريح نفسي، لا اطلاقا. احنا مفيش ام بترتاح يعني مهما حصل، لكن انا بوفر وقت الطبيخ اليومية. بدل ما اقعد في الطبيخ كل يوم 3-4 ساعات بطبخ، كل يوم 3-4 ساعات، لا يبقى ساعة زمن واحدة هتخليني اجهز طبخة اليوم. ادي ال3 علب اللي انا عملتهم. شايفين العلبة كبيرة ازاي؟ كل علبة تقريبا كيلو طماطم، لان انا عاملة 3 كيلو. بصراحة كمية حلوة قوي، ان شاء الله تكفيني فترة كبيرة. اعتقد ان هي ممكن تكفيني الشهر كله. كمان ادي الكيسين البصل اللي انا فرمتهم، برضو اعتقد هيكفوني ان شاء الله الشهر كله. بس دي كده كانت التجهيزات المبدئية اللي انا عملتها، الحاجات اللي هشيلها في الفريزر. نيجي بقى الولاد. طبعا كان لازم ليلة اول يوم دراسة اجهز لهم الكب كيك. يعني دي حاجة ما بيحبوها جدا ياخدوها معاهم المدرسة. وهقول لكم كان تكة كده وما تراجعوش ورايا، تمام؟ بصوا انا هعمل كب كيك وهعمل كيك، يعني هعمل الاتنين، هعمل قالب كيك وهعمل كب كيك. اولا انا هاخد بيضتين، حطيت طبعا عليهم الفانيليا وهبتدي هضربهم. ممكن احط السوائل كلها مع بعض ونضربهم، يعني عادي. انا ساعات بعمل كده، بحط سوائل كلها مع البيض وبعدين اضربهم، وساعات بضرب البيض الاول وبعدين احط السوائل. هحط نص كوباية زيت. المقادير اللي انا هحطها دي كلها علشان احط 2.5 كوباية دقيق. هحط نص كوباية زيت، كوباية لبن. اللبن ده لبن بودر، واللبن هيبقى سخن. يعني لو عايزة تحطي لبن حليب يبقى سخن. لو عايزة تحطي لبن بودر، عملت ايه؟ حطيت معلقتين لبن بودر كبار، يعني معلقتين هرميتين كده،
وحطيت عليهم مية سخنة من الكتل. موضوع ان اللبن يكون سخن هيفرق في طعم الكيك، وهيفرق في كمان يعني ان هو يبقى مرتفع في الفرن. هحط كوباية سكر، هحط معلقة خل صغيرة. نخلي بالنا معلقة الخل دي برضو هتفرق معانا جامد قوي. وهنبتدي نضرب ده كله. ممكن نضرب بالمضرب، واللي ما عندوش مضرب هي ممكن بالمضرب اليدوي او في الخلاط. يعني في الخلاط برضو انا جربتها في الخلاط كويسة جدا زيها زي المضرب، بس احنا بنضرب السوائل بس اللي في الخلاط، وبعد كده بنضرب الدقيق بايدينا. هبتدي بقى يعني بصوا بنضرب كويس قوي، ما نستعجلش لغاية ما الخليط تحسوه كده ايه لونه بدأ يفتح ويبقى مبيض كده شوية زي ما انتوا شايفين. ما بنستعجلش بقى في الضرب، يعني احنا ما بنستعجلش. انا لما بستعجل وبضرب حبة قليلين لا ما بتبقاش مرتفع الكيك، ما بتبقاش مرتفع. نيجي بقى للدقيق. الدقيق انا يعني نخلته مرة ودي التانية. نخل الدقيق مهم جدا. انا عايزه اقول لكم ان برضو انا لما بنسى انخل الدقيق او اطنش او ابقى مستعجله، لا الكيكه ما بتعجبنيش خالص خالص خالص. يعني انا نخلت الدقيق مره ودي التانية. هبتدي بقى انخل الدقيق كويس كده. زي ما قلت 2.5 كوباية دقيق. كله المقاس اللي هو الكوبايه المعياريه اللي انتوا شايفينها. هحط بقى بيكنج باودر، وهحط كمان بيكنج صودا، حاجة بسيطة خالص يعني أقل من نص معلقة، والبيكنج باودر معلقة صغيرة. بصوا أنا بحب أقلبها الأول بإيدي كده قبل ما أشغل المضرب، علشان لما بيبقى الدقيق من فوق طبعا بيطرطش ويبهدل الدنيا. ده القالب اللي انتوا شايفينه. هبتدي هحط نص الكمية بس في القالب، والنص التاني هحط لون طعام لونه احمر، عشان انا عايزه الكب كيك يبقى لونه بينك. بصراحه عايزه اقول لكم انه بعد ما استوى لونه كان جميل جدا جدا، وبسط الولاد قوي. وهقول لكم طبعا انا عملت لهم في اللانش بوكس في اول يوم اكل ايه. كان جزء منه اكل جاهز عندي وكنت مظبطاه، كنت نزلته معاكم فيديو قبل كده هتشوفوا معايا. هبتدي بقى احط في الكب كيك الورقي. انا مش بحب احط في الصاجه بتاعه الكب كيك على طول، مستحيل يعني، لان بحس ان هي بتعذبني في التنظيف. فبحب دايما في الورق. حتى الولاد لما باجي اديهم الكب كيك بديهولهم بالورقه كده في اللانش بوكس. الكوب المعياريه دي اللي انا عماله بصب بيه دي اصلا كوب معياريه ليها بوز، فده بيخليني اقدر اصب كل الكب كيك بنظافه. علشان احنا ممكن نستخدم اي حاجة فيها بوز بالشكل ده، او مثلا كبشة صغيرة، بس انا بشوف ان الكبشة بتقعد تنقط جامد قوي. فانا شفت ان دي انسب طريقة. بص انا كنت هعمل 12 كوب كيك، بس هي الكمية ما كفتش غير ال10 دول بس، فشلت الورقتين التانيين. وده كده بعد ما استوى. طبعا كنت مسخنة الفرن كويس جدا وكان على حرارة عالية، وكنت مسخنة الفرن ربع ساعة قبل ما ادخل الكب كيك او قالب الكيك. وده كان شكله. طبعا في كمية مرفوعة عن ورقة الكب كيك، وفي كمية مش مرفوعة قوي. الكمية اللي مش مرفوعة قوي دي عشان خاطر انا كنت حاطة في الورقة نفسها حبة صغيرين. كنت بحاول يعني اقسم، كنت عايزة اعمل اكبر عدد ممكن يعني بالكمية اللي كانت معايا بس. وده كان شكله. قولولي بقى ايه رأيكم في اللون. انا اول مرة اعمل اللون دوت في الكب كيك، دايما كنت بعمل اللون الاخضر. المرة دي عملته لون يعني هو مش احمر، انا حطيت من اللون الاحمر نقطة بسيطة عشان يديني لون بينك. ودوت القالب برضو كانت ريحته فظيعة جدا. تعالوا بقى اوريكم انا حطيت في لانش بوكس في اول يوم دراسة ايه.
طبعا حطيت من الكب كيك وحطيت لهم آه كل واحدة كب كيك. والساندوتشات بقى في رغيف فينو قسمته نصين ونص عيش بلدي. الفينو حطيت لهم فيه جبنة رومي، والبلدي حطيت فيه كفتة اللي احنا عملناها من كام يوم. كان وريتها لكم في الفيديو اللي تقريبا اللي فات، مش فاكرة ولا اللي فات. دوت هنا بقى الفاكهة حطيت لهم فراولة بالشكل ده، غرزتها لهم في العصفورة علشان ما يوسخوش ايديهم، يعني يمسكوا كده بالعصفورة وياكلوا الفراولة. طبعا يعني هي شكلها عجبهم قوي وفرحهم جدا. وده الخيار قطعته صوابع. انا بحب الف كل حاجة كده في الكيس بتاعت الاكل، علشان يعني اللانش بوكس بحبه يبقى كده مهندم، الشكل يبقى حلو. كمان عملت لهم فشار. قولولي بقى ايه رأيكم. انا حبيت اشارككم على اساس تاخدوا افكار. الولاد بتحب التغيير. يا رب الفيديو يكون عجبكم وفاتكم. ما تنسوش بقى اللايك.